ليلة الرؤية بالذات مميزة عندنا. الجيل القديم شوية بتاع التسعينات والتمانينيات كان ليلة الرؤية مميزة جدا عندنا. كانت بتتميز بإيه؟ بإنها بتلم العيلة كلها وبيستنوا كلهم الرؤية. ومفتي الجمهورية لما خلاص يطلع ويجي يقول ثبتت الرؤية ولا لأ، بتلاقي البيت كله هس تسكت، حتى لو في 100 واحد بتلاقي كل الناس ساكتين ومستنيين يسمعوا المفتي هيقول ايه. وأول ما يقول ثبتت رؤية شهر رمضان كانت الفرحة فعلا بتدخل قلوبنا. كنا عيال صغيرة بس كنا مستنيين الكلمة دي، أول ما يقولها بس كده نحس إن احنا طايرين كده من الفرحة. بنحس كده إن خلاص بقى ده إذن كده، بيدينا إذن كده للفرحة والهيصة، ونبقى مش عارفين نعمل إيه ولا إيه. ليلة الرؤية مميزة عندنا كمصريين ومميزة عند العالم الإسلامي كله، عشان بتأذن لنا بدخول شهر رمضان المعظم. بالنسبة لي وانا عيلة صغيرة كده كنت بستنى ليلة الرؤية دي، وبفتكر كل حاجة في ليلة الرؤية اللي قبلها. يعني كنا بنستنى ليلة الرؤية السنة دي، وبنفتكر السنة اللي فاتت عملنا ايه في ليلة الرؤية، والسنة دي هنعمل ايه في ليلة الرؤية. وعندنا هنا في مصر دار الإفتاء بتعمل احتفال كده ليلة الرؤية. الاحتفال ده يا رب ما يلغوه او يعملوه كده حاجة تانية. بالنسبة لنا الاحتفال ده كان بالنسبة لنا كده حاجة محفورة جوانا كده ومستنيينها من السنة للسنة، احتفال ظهور رؤية شهر رمضان المعظم. ليلة الرؤية كانت استعداد من نوع تاني، كانت استعداد كده تحس ان احنا خلاص استعدينا كده، والبيوت كلها فرحانة ومبسوطة ان رمضان هيجي، ومستنيين بس بعد المغرب كله يتلم القناة الاولى هنبدأ بقى نعرف ليلة الرؤية بكرة رمضان بكرة ولا لأ. كانت ليها طابع خاص كده ومميزة كده. يعني فرحة رمضان فرحة كبيرة، وفرحة ليلة الرؤية بالذات فرحة كبيرة هي كمان. يعني كانت بالنسبة لي فرحة ليلة الرؤية ليها فرحة خاصة كده لوحدها، غير فرحة أول يوم رمضان أو فرحة دخولنا الشهر الكريم. احنا كنا عيال صغيرة، أول ما نسمع إن الرؤية خلاص ظهرت وبكرة أول يوم رمضان نمسك الفوانيس بقى وخلاص الشوارع بتحتفل بقى، وهيصة ومولد وجري في الشوارع. وكان الدنيا تحس انها كده ايه شغالة الليل زي النهار. بعد الرؤية كده تحس الناس في الشوارع زي النهار بالظبط. تحس ان الناس اللي كانوا قاعدين مثلا من السقعة او قاعدين في بيوتهم وقافلين على نفسهم، خلاص كل الناس في الشارع كله بيجري، اللي بيجيب فول السحور واللي بيجيب زبادي للسحور واللي بيجهز حاجة بكرة عايزها للفطار، واللي بتقول انزل دلوقتي اجيب طلبات الفطار بكرة بدل ما انزل وانا صايمة. تحس ان الشارع كله ناس كده، وناس فرحانة وناس مبسوطة وناس بيحتفلوا برمضان بجد وناس مستنيين رمضان بجد، وعيال صغيرة كمان فرحانين بالفوانيس وخلاص هيطلعوا الفوانيس ويلعبوا بيها عشان خلاص دي أول ليلة من ليالي شهر رمضان. بنبدأ بقى بعد العشاء صلاة التراويح. أول ما المفتي يقول إن بكرة أول رمضان بتبدأ بقى صلاة التراويح بعد العشاء. بتبقى برضو أول صلاة تراويح دي ليها طابع خاص كده وتهنئة خاصة كده بينا وبين الناس. تحس الناس ماشيين في الشارع كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا طيبين، اللي رايحين يصلوا كل سنة وانتوا طيبين، حتى اللي ما بيصليش تراويح طول رمضان أول ليلة دي بالذات لازم يصليها. تلاقي الجوامع مليانة ناس ومليانة عيال صغيرة ومليانة ستات والناس مالين الشوارع. حتى الفجر بتاع الليلة دي بالذات اللي هو فجر أول يوم رمضان بتبقى الشوارع زي الظهر مليانة ناس، وكل الشوارع مليانة ناس، كل الجوامع مليانة ناس بيصلوا أول يوم رمضان وليلة الرؤية وأول صلاة تراويح وأول فجر. من الذكريات اللي عمرنا ما ننساها، والذكريات اللي نحب إن احنا نطورها ونميزها ونخليها ذكريات حلوة لولادنا كمان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان واحنا في وأفضل صحة وأفضل حال. وافرحوا كده وهيصوا وافرحوا برمضان وميزوا ليلة الرؤية وميزوا شهر رمضان. ربنا يجعله شهر خير وبركة وفرحة علينا كلنا، اللهم آمين.